هو حاسس بايه وهو رايح الشغل يوم الاثنين الصبح او يوم الاحد الصبح؟ بيجرجر نفسه ولا ايه؟ ده علشان نبقى من المؤسسات المواكبه هذه التطور. حط صح. نحط صح بالظبط. فاحنا عاملين عندنا كذا كذا، وايه النيه الحقيقيه ورا الويل بينج. مروة صالح، ومعايا ضيفي وصديقي العزيز النهارده اللي مهتم جدا بتطوير الإنسان أو العلم الإنساني، وبيشتغل بقاله كتير جدا في هذا المجال، وعنده خبرة طويلة في مؤسسات وشركات ومجالات مختلفة. فوجوده معانا النهارده مهم جدا. معانا محمد الغندور، جايين النهارده نتكلم على فكرة الويلنس ان ذا ورك بليس أو السلامة والأمان النفسي جوه الشغل. فيا ترى يا هل ترى، اولا تعال نبص على التوبيك من بره كده ونفكر. هل شايف في المؤسسات اللي بتشتغل معاها دلوقتي ككوتش الناس بدأت تبص لده او بدأت تفكر فيه، بدأوا يهتموا بسلامة الموظف النفسية، ولا لسه دي حاجة احنا محتاجين نعمل فيها مجهود اكبر؟ لا اكيد المؤسسات، لو هنرد رد مباشر كده كلوز تايم كويستشن، اكيد المؤسسات نعم بتبص تدار عليها عشان شوية كتير. اكتر كمان، على حسب بقى هل المؤسسه يعني دخلت في الليله دي امتى. السؤال هو النيه الحقيقيه بتاعت شكرا. الاداره في المؤسسه. شكرا، هي ايه؟ احنا عاملين ده علشان نستف ورق كشعار ده شكرا. او الاداره عليكنا. برافو عليك. لا، واحنا علشان نبقى من المؤسسات المواكبه هذه التطور. حط صح. نحط صح بالظبط. فاحنا عاملين عندنا كذا كذا، وايه النيه الحقيقيه ورا الويل بينج، نسميها العافيه النفسيه. أي. هو حاسس بايه وهو رايح الشغل يوم الاثنين الصبح او يوم الاحد الصبح؟ بيجرجر نفسه ولا ايه؟ نفسه ولا حابب اللي بيعمله و على حسب المصيلة ازاي. طب دلوقتي لو احنا بنقول جوه المدير جوه المؤسسة، لو شايف نفسه زي ما انت بتقول كده عايز ياخد الموضوع ده بطريقة صادقة وبطريقة جينيوال، ما يقولش ايه انا بحط علامة صح، عملنا كذا ولا عملت تريننج ولا دخلت الناس تعمل يوجا ولا علمتهم ولا جبت لهم حد يكلمهم، فلا كده ايه اقدر اعمل صح هنا. عشان الشخص يبدأ يشوف ان هو فعلا عامل فرق في الحتة دي. لو انت مكانه كده وبتفكر في ستيبس او خطوات يعمل ايه؟ لو المؤسسه مش بتدعم الاتجاه ده اصلا بنيه صادقه، هتبقى مهمه الليدر ده صعبة جدا. فيري تشالنج. صعبة جدا. التحديات هتبقى رهيبه. ليه؟ عشان انا هفتي واقول للراجل ده مطالب ان هو يتاكد انه التيم بتاعه بيحب اللي هو بيعمله. دي في حد ذاتها هتتطلب انه لما الاقي حد ما بيحبوش، ما بيحبش الاداره عندنا بتعمل ايه، ان انا في البرفورمانس، ايوه البرفورمانس ريفيو او ان انا انصحه انه يمشي، ان انا انصحه انه يروح اداره تانية. فلو انا فعلا صادق هبقى صادق وامين عليه حتى لو شغلي انا هيتاثر. ده اكيد. طبعا. محتاج ان انا ابقى بجد في ظهره، واكلم له مديرين ادارات اخرى لو كان هينفع ان هو اصلا ينتقل في نفس المؤسسه او الشركه. اكلم له ادارات اخرى واكلم له مديرين اخرين واقول لهم يا جماعه الولد ده هينفع عندكم احسن ما هينفع عندي، اوكي. وادعمه انه يطور نفسه في الاتجاه اللي بيحبه. طب تعالى وانت بتكمل اللاين اوف صوت بتاعك ده يا محمد نتحدى الستيتس كو شويه بتاع الجمله الاولانيه اللي انت قلتها، وانا مع ان انا متفقه معاها بس بفكر معاك بصوت عالي. احنا بنقول ان الموضوع جاي من توب داون، يعني الشركه نفسها الراس الكبيره فيها مؤمنه بده، ولذلك بتدعم بيئة فيها الناس عارفة تتعافى وعارفة تبقى حاسة بويلنس بجد، فده نازل للي تحتيه واللي تحتيه وهكذا. طيب احنا واحنا واقفين في تريننجز او في تدريب بنقول للناس ايه اما بيجي يقول لنا اللي انت بتقوله ده؟ لا على فكرة اصله من فوق حاصل مش عارف ايه، فانا بالتالي مش عارف. دي مع حق الحقيقة شوية هو ملوش اي دور. يعني تعال نفكر انه هو دوره ايه في ظل انه يمكن في فوق ساعات سواد اعظم شوية. ازاي ما يبقاش هو سبونج عمالة تمتص من فوق وينزل للي تحتيه؟ والا انا لو مكانه هستقيل وامشي. مش دايما سهل نعمل كده. فيا ترى يعمل ايه عشان يخلي على الاقل مع الموظفين اللي هو شغال معاهم، رغم ان بيئة الشركة المحيطة صعبة وقد تكون شوية مش بتدعم الويلنس قوي، هو يعمل ايه في اللي تحتيه؟ ما استوعبتش قوي الاتجاه اللي انت عاوز تمشي فيه، لكن لو انا فهمته صح انه محتاج يحارب لصالح الموظف بتاعه.
يحارب اللي فوق صالح الويلنس بتاعت اللي تحت. انه لا يا جماعه انا محتاجه ان الراجل ده لو راح الكاستمر سيرفيس او لو راح السيلز او السكاونتنج او لو راح ده احسن له. ده احسن له، ولما هيبقى احسن له هيبقى احسن لنا في الشركه. انا محتاج ابيع بس عليك طبعا تشينج وهي دي التحديات الحقيقيه، لانه ده مش سهل ومش لازم يبقى في بوكس فاضي عند الاداره الجديده ومين اللي هيجي لك بداله والبرفورمانس بتاعك والاساس بتاع الاداره هيتاثر ازاي. القصه متشعبه جامد جدا. لكن تاني عشان احنا بقالنا 150 سنه مضطرين نحب ما نعمل لغايه ما نجد ما نحب. فالتحدي ده هيفضل طول النهار موجود بالظبط. فخلاص، وليس في الامكان احسن من مكان. صحيح. هل بقى هنقعد ما نعملش حاجه ولا والدهيتر ده هياخد على كتافه على عاتقه انه يحارب من اجل الويل بينج بتاع الموظفين بتوعه، وانه يبقى بيشتغل تاني المعالج النفسي المحلل النفسي بتاع الموظفين اللي عنده علشان تعرف تخش للناس، حتى عشان تعرف تخش للإدارة العليا. أنا بيتهيألي هي دي الفكرة إن الشخص يقدر زي ما أنت قلت التواصل مهم جدا، التواصل بلغة اللي قدامي. فبالتالي أنا محتاجة أعرف إن الإدارة العليا في الآخر خالص يهمها ROI ويهمها نتائج ويهمها أرقام، محتاجين يعرفوا إن الأرقام دي عشان تحصل وتفضل كونسيستنت أو مستمرة لازم الناس اللي موجودة تبقى حاسة بأمان وسلام في بيئة العمل، ويبقوا عارفين يطلعوا، عارفين يصحوا الصبح كل يوم يجوا ما يبقاش بيجرجر في رجليه. دول حاجات مهمة جدا، ان انا جاي حاسس ان انا عندي belonging، ان انا عندي ownership. المؤسسة دي انا حابب اكون فيها، حابب اخدمها، حابب اخدمها عن طريق التقرير الفلاني من الشغلانة العلانية والتاسك الصغير اللي بعمله ده، وبعمله على اكمل وجه عشان ابقى احب اعمله. علشان نفسي اخدم الكون من خلال المؤسسه، من خلال الحاجه اللي انا سبتها دي. بالظبط، ده اللي هيجيب لي الامان والسلامه. لكن ده اعمله ازاي؟ لازم اوعي الموظف، اوعي القائد، اوعي المؤسسه نفسها تبقى عندها وعي، لان ده كله هيسمع في الاورجنايزيشنال بيهيفير. صحيح، السلوك المؤسسي هيعمل ايه علشان يؤدوا كل الموظفين المهام. حلوة محمد، أنا عارفة إنك بتستخدم تولز مختلفة كثيرة ومدارس مختلفة جدا في الكوتشنج وفي مساعدة الشركات والأفراد، لكن لو سألتك تحديدا على دور الإنياجرام في الحتة بتاعة الويلنس دي، وهل فعلا شايفه مفيد إن الشخص يدرس الليدرز يدرسوا إنياجرام ويساعدوا الناس اللي في المؤسسة يعرفوا ده، فبالتالي نظرتنا لبعض تختلف شوية؟ الأنماط الشخصية بوجه عام على مدار ال 150 سنة اللي فاتوا، ويمكن قبل كده كمان، بس الواحد ما عندوش فكرة ما يعرفش، كان شغل شاغل لأي حد بيشتغل في العلاج النفسي، في الأغذية النفسية كذا، لأنه بيساهم على الشخص اللي بيعالج، هسميه الطبيب النفسي، المعالج النفسي، أو في الأحوال بتاعتنا النهارده الكوتش، إن أنا أحط الناس في قوالب. ده بيسهل الدنيا لحد بعيد، ولكنه سلاح ذو حدين. أحيانا كتيرة بيضيف نوع من الاستسهال في القول ده في التايبولوجي، ان انا بتايب الناس وكأنه الناس كلها 9 تايبس، او في القصه بتاعت MBTI مثلا المايرز ان انا الناس كلها 16 تايب، الناس مش هيخرجوا بره عن ال 16. طبعا بكل الانترسكشنز اللي ما بين حاجات، لكن يا جماعه دي ادوات. انا بحب قوي الجمله بتاعت حد اسمه جورج بوكس، يقول all models are wrong. exactly but some are useful. بس كده، خد اللي ينفعك من الموديل، اعرف ان دي حاجات بنجتهد علشان نعمل تايبنج للناس، نبقوا في تايب يعني بس اعلم ان هي مجرد اداة. بالظبط كده. انت عارف يا محمد، انا وانا ديليفر او لما بدي تريننج جوه شركات بالانياجرام، اكتر حاجه بقعد اقولها كتير، وانا عارفه ان الناس مخها اوتوماتيك اللي بيعمل عكس ده ساعات، بس بنزق فيها، الا وهي طب تعرفوا عشان نفسك الاول، عشان تدور على نفسك، تدور على نفسك الحقيقيه، فتعرف بعض الحاجات او بعض المفاتيح اللي تساعدك تتحرر وتقلع الماسك اللي انت لابسه. بعد كده ابدا اقول
وانا عمري ما هبقى انا الشخص اللي عارف انا مش انا مين عشان اجي اقول محمد تايب كذا ولا فلان معايا تايب كذا. انا كل اللي عليا ان انا اعرف يبقى عندي الوسع اللي يخليني اشوف انهم ممكن ما يبقوش شبهي، ممكن يبقوا حاجة تانية خالص، فبالتالي في تعاملاتي معاهم اديهم هذا السبيس او هذه المساحة اللي تساعدهم ينمو ويتطوروا وهكذا. كل ما قدرنا نزق في هذا الاتجاه كل ما بدأ يبقى الانياجرام بجد أداة بتساعدنا زي ما انت بتقول، مش أداة بتخلينا نحط الناس في بوكسات. الانياجرام بالذات أداة أنا بشوف إنها مساعدة على مستوى الترقي والتزكية. صحيح. الراحة صحيح، التخلص من الطاقة الإنسانية. متفقة جدا. يعني بديع في حتت كتير جدا جدا جدا، وشايف إنه إحنا بنظلمه جامد لما ناخده في موضوع ضيق. التايبولوجي وأنماط الشخصية، وهي بيتظلم جامد جدا وممكن يجيب نتائج عكسية اكشلي، مش بس انه بينظلم. لازم نتعامل معاه بوسع بنظرة كده شمولية، مش بنظرة أنا جاي هاخده كذا وهعمل بيه كذا، هو أكبر من كده بكثير. وإن إحنا أول ما نستعمله في الكونتكست بتاع التنميط التايبولوجي، إن أنا بحط الناس في 9 صناديق، محتاج بقى عكس الهدف بتاعه، عكس الهدف بتاعه بالظبط. محتاج تتعامل معاه بالشوكة والسكينة، وتعرف إن هو مجرد أداة بالظبط ممكن تصيب وممكن تصحيح، عشان تزنق الناس في تايبس، ولا انك انت اصلا تنزلني في تايب. طبعا طبعا جدا جدا جدا. شكرا يا محمد على وجودك معانا النهارده وعلى الحديث الممتع، مبسوطه بوجودك معانا، وان شاء الله هنتقابل تاني في حديث قريب. شكرا على حضوركم معانا بودكاست كوتشنج بلا حدود، هنستناكم الحلقه الجايه.